مربى الرمان من احسن ما يكون، وصفه شنقولكم شيرات بمقادير مضبوطه. البنه تاعه يعني روعه صراحه. انا اول مره ندوقه. هو مشهور بزاف عند الاتراك يديروه بكثره. ونظن عاد الوصفه تاعهم هما. غير ما زعما كما قالك بدات تنتشر الوصفه في الدول العربيه المسلمه. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاعه، وهذه الكميه كامل اللي عطاها لي. كنت درت 2 كيلو تاع الرمان، يعني حبات بعد ما نقيتهم ماشي بقشورهم، يعني وزنت غير الحبات فايت 2 كيلو. المهم خليكم معايا لو بغيتو تعرفوا الوصفه تاع هذا المربى اللي هو ساهل وبنين بنين الشيرات. جربوه على الطريقه هذه، راهو ساهل وان شاء الله راح تعجبكم الوصفه او تعجبكم البنه. خليكم معايا باش تعرفوا مقادير الوصفه وكيفيه التحضير. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير بصحه جيده وانتم تشوفوا في هذا فيديو جديد على قناتي. اليوم بغيت نشارك معكم وصفه تاع مربى الرمان، اللي هو كونفيتور تاع الرمان ولا غرنادين. راهو وقته كما تعرفوا دارك وقت الرمان. انا صراحه هذا الرمان ما شريتهش، راهو جاني من البلاد من عند دار شيخي، ربي يرحمه ويجعلها صدقه جاريه عليه ان شاء الله. دونك كانوا يرسلوا لي كميه كبيره، راني شاركتها معكم في واحد الفيديو وما كليناهش يعني بزاف مع الدراري ما ياكلوهش، وقعد لي وشويه يعني جاي شويه برك معظم على ديك خطره درته جو، واللي بقى لي خفته لا يخسر لي. ديجا كاين حبات بزاف بداو يخمجوا حاشاكم، يعني بداو يطيبوا بزاف فوق الزياده يخسروا. انا قلت علاش لا اللي ما نقيهش ونديرها كونفيتور لاول مره صراحه بنديرها كونفيتور بنشاركها معكم. دونك هنا خليتكم حبه كيفاش نقيت الاخرين. كنت ديجا حليت حبه شحال من حبه يعني فتتها، وهادو راني موجدتهم قلحت لهم غير هذاك الراس تاعهم لو شابو. كما راكم تشوفوا هاد الحبه ديجا راهي باديها الطياب، يعني طابت بزاف زياده ما رايحاش نديرها. غادي نوريكم كيفاش تحلوها. تقلعوا من الفوق كيما هكا هذاك الفوقاني، هذيك القشره الفوقانيه تقلعوا لها لو شابو في الوسط. وكما راكم تشوفوا في هاد البويدين هاد الطروف البويدين جايين براج، يعني جايين فلاق. تما ديري الخدمي تاعك كيما هكا، ديري ويما راه داك الابيض هو دي كيما هكا، ما توشيش كاع حبه تاع الرمان، مي توشي غير الجلفه برك. فوالا كيما من تبغي تقشري تشينا ديريها هكا فلاق ولا براج ومن بعد تحليها هكا. تساعدنا هذه الطريقه، يعني طريقه سهله راهي بزاف متداوله في الفيسبوك في الانترنت بصفه عامه. كاع الناس راهم ينقوا الرومان كيما هكا، مش كيما بكري تحلي الحبابين زوج وتبداي تقشري فيها، لا هذه الطريقه سهله بالبزاف. كيما راكم تشوفوا تبداو تحلوا فيها هذوك البراج، تبداو تحلوا فيهم، تقلعوا هذاك اللب الوسطاني، تقلعوا هذوك القشور هذوك لي ترونسبارون، هذوك اللي يجوا مع الحبات تاع الرمان تقلعوهم الا قدرتوا تقلعوهم، سينو ما بغاوش يطيروا بعد يطيروا مع الحبات تاع الرمان. نروحو دروك نجيبو زلافه تاعنا. هنا كنت ديجا خدمت شحال من حبه قدامكم باش ما نطولش في الفيديو. نجيبو مغرف تاع لوح، تقلبي الحبه كيما راهي بعد ما حليتي لها البراش تاعها ولا الفلاق، تبداي تضربي فيها كيما هاك، ماشي ضرب زعما غير بشويه حتى تحسي بالحبات تاعك بداو يطيروا. فوالا ديري كاع في البراج، دوري كاع بها في الوسط في الجوانب كاع وين راهم هذوك البراج. مادام تي تخبطي كيما هاك، مادام الرومان الا راكم تشوفوا وتلاحظوا راهو يهود، يعني طريقه سهله وسريعه تاع بالخف. ما تشدش في اليد، بالخف تنقي الحبات تاع الرومان تاعك، مش كيما بكري كيما قلت لكم كنا نقوها نقعدوا شحال باش نقوا حبات تاع الرومان. هذه في رمشه عين يعني تنقي الحبات تاعك تاع الرومان. كيما راكم تشوفوا خوات كاع خوات، تنجمي كيما راهي تخليها تيبس ديريها من بعد دواء راهي خاويه، تلقاو غير كاش حبات هكا ولا قلعوهم بصباحكم عادي جدا. وهادوك كيما راكم تشوفوا هاد القشور البويضين لازم نقلعوهم خاطش يمروا لنا الكونفيتور تاعنا. كيما راكم تشوفوا راني نقلح فيهم، بعد كاع كي نقيهم نبدا نصفي في هادوك القشور البويضين. فوالا كيما راكم تشوفوا تقلبوا الحبه وتبداو تصوتوا فيها بهذيك المغرف تاع اللوح. رايحين تشوفوا باللي بسرعه رايحين تنقوا الرومان تاعكم. انا هنا كانت عندي يعني كي نقيته ولا حبيبات دير لي 2 كيلو وقيله، باسكو على حساب السكر اللي درته لو دوبل. دونك هنا عندنا ديري 2 عبار تاع حبات تاع الرومان هادو مع عبر تاع السكر. وانا نكمل كاع الحبات، يعني ما شدونيش صراحه في واحد 15 دقيقه ولا ميم با، كنت نقيت كميه ما شاء الله واحد 12 حبه ولا تاع رومان. نبدا هنا نقي فيه، نقلع عليه كاع هذوك القشور البويضين اللي قلت لكم يعطوه البنه هذيك مره يخسروا لنا كونفيتور تاعنا. نروح نشله باش يطلع لي هذاك القشور هذوك البويضين يطلعوا لي في الماء هكا، تجيني سهله.
بعد ما نشلله رايحه نقطره ان شاء الله ونجي نعبر معكم شحال نديرو في الكونفيتور تاعنا. دونك هنا بعد ما غسلته كما راكم تشوفوا قلعت له دوك القشور البيضين، جبت زلافه اخرى باش نحط فيها، وجبت غرفيه باش نعبر. غادي ندير كما قلت لكم 2 عبار تاع رمان مع عبار تاع سكر. انا عندي 4 تاع العبار. الا راكم تشوفوا هذه الغرفيه الثالثه عفوا، فوالا هذه الغرفيه الثالثه تعمروها مليح كما هكا. تبقى لي الغرفيه الرابعه الاخيره يعني اللي نكمل بها العبر تاعي. دونك درت 4 عبار تاع رمان، راح ندير 2 عبار تاع السكر كما راكم تشوفون. عمروها مليح، وانتم لا درتو بالكاس ولا على حساب الرمان اللي عندكم. انا الكميه اللي كانت عندي كاع نقيتها، عطاتني هذا الكميه عطاتني. دونك 4 تاع الغرافه راح نبدل نديرها في باسينه كبيره لخاطرش ما تقدنيش كي ندير السكر. ونروح نجيب دروك الباكي تاع السكر تاعي تاع كيلو. راح ندير كما قلت لكم درنا 4 عبار تاع رمان، ندير معها 2 عبار تاع السكر يكونوا تاني معمرين على حساب الرمان. ها العبر الاول هنايا عفوا دفكت ما كنتش حاكمه مليح الباكي. ها العبر الزوج دونك جاني كيلو تاع سكر، معناتها الفاكهه اللي هي الرمان عندي 2 كيلو، تسمى 2 عبار في عبر. كي درت انا كيلو سكر استادير راه عندي 2 كيلو تاع الرمان ماشي بالقشوره منقي. دونك منقي عندي 2 كيلو. نروح هنا نخلط كما راكم تشوفوا مليح مليح داك السكر مع الرمان. واكيد ما رايحاش نطيبها اليوم، رايحه نغطيه ونديرها في الفريجيدير يبات ليله كامله حتى الغدوه من داك الصباح ان شاء الله نشوفه كيفاش طلق الماء ونطيبوه. حاولي كيفاش ترمضيه مليح. هنا تخلطي مليح داك السكر مع الحبات تاع الرمان، خلطي مليح حتى يتخلطوا كاع غايه. نروح نغطيه ببلاعه ونديرها في الفريجيدير كما قلت لكم يبات ليله كامله حتى الغدوه من داك. شوفوا غدوه من داك من حليت عليه صدته طالق الماء ما شاء الله، تقول حنا درنا له الماء. كاين شويه سكر لتحت زيدي حركيه مليح. انا درت غلطه شيرات هي نورمالمون هنا كي تحركوا السكر سمعوني مليح، هاد الغلطه ما ديروهاش نتوما بصح سهله يعني ماشي حاجه كبيره. هنا من تحركوا السكر تجيبوا لو بغا ميكسور تاعكم تميكسوه، رايحين تطحنوه باش نتخلصوا من هذوك العظومه اللي في الرمان. كما تعرفوا الرمان فيه العظم، سيختو هذا تاعنا كاين اللي فيه عظم غير صغير وكاين اللي فيه عظم كبير. هذا تاعنا معظم بالبزاف ما شاء الله، فيه العظم بزاف. على ديك انا غلطت يا نورمالمون دروك نميكسيه عاد باش نطيبه. شوفوا انا شادرت درته ديريكتومون في الطنجره وباغي نطيبه، بصح معليش خليته غير قد ما بدا يحمى. كي بدا يحمى عاودت قلحته وميكسيته. بصح من الاحسن الشيرات تسمعوني مليح ما تفوتكمش هذه اللقطه وما ديروش نفس الغلطه اللي طحت فيها انا. كيما راه في الباسينه تاعو الغدوه من داك حركوه مليح، تسيبوا السكر نزل لتحت، تما جيبي بغا ميكسور ولا جيبي بلاندر، من الاحسن بلاندر يتحلق غايه، ومن بعد تصفيه في الصفايه. انا شوفوا شا درت الغلطه اللي درتها، فرغته ديريكتومون في الطاجين وديته يطيب زعما على نار. هنا راني مقويت له النار، كي يبدا يغلي نقص له، خاش كي تخلوه يغلي والنار قاويه رايح يفيض لكم، يدير واحد الرغوه ويفيض. كيما راني نقول لكم الشيرات ما ديروش الغلطه تاعي، طحنوه كيما راه خضر قبل ما طيبوها، ومن بعد صفوه في صفايه يكون عيونها شويه محلولين، ما تكونش رقيقه تاع الفارينه، ديروا صفايه شويه عيونها محلولين. تتخلصوا من هذوك العظومه، كي تخلصوا من العظومه يبقى لكم غير الشربات، غير الماء برك اللي كي تعاودوا ترجعوه في الطاجين وتخلوه يطيب حتى يتقل. فوالا انا هنايا الغلطه اللي درتها خليته حتى يغلي غير شويه، تكون تفكر باللي ما طحنتوش. المهم هنايا راه غير كي يبدا مازال ما راه يبدا يحمى عاد، من بعد غادي نتكاكا عاد باش نقول ما طحنتوش. هنا اش غادي ندير نص حبه تاع عليم، نتوما قادرين ديروها من يكون خضر قبل ما تطحنوه. نص حبه عليم رايحه نعصرها كامل. هاد الحبه عليم ما تخليناش السكر يدير كتل ولا يتحجرس كما نقولوا، ومام طون ثاني تعطيه لا كولور شابه. من الاحسن كون يكون عندكم الرمان الاحمر تجي لا كولور تاعه شابه بزاف. دونك هذا غادي يجي غوز، بس انا في الاخير راني باغيته يخرج لي احمر، رايحه ندير قطره تاع ملون احمر، قطره ولا زوج على حساب لا كولور باش يجيني اللون الاحمر. بس احنا كان عندكم الرمان هذاك الاحمر يعني طبيعي بلا ما ديري ملون يجيك علامه شباب. راح نكمل كاع نعصر مليح هاد النص حبه تاع الليمون. هنا عاد باش نتكاكا نقول ما طحنتوش، راح نحرك ونخليه يغلي على نار كما قلت لكم من يبدا يغلي نقصوا له، ديروا له نار متوسطه. فوالا هنايا تفكرت بعد ما بدا مام باغلا يعني حمى مليح كان بادي باغي يغلي، طفيت عليه وراني نميكسي فيه.
نتوما هاد الخطوه كما قلت لكم ديروها الغدوه من داك كي تشوفوه طلق الماء، حركوا مليح السكر اللي يكون هو لتحت وميكسوه وهو بارد حتى تميكسيه وتصفيه في الصفايه يكون عيونها شويه عراض باش ترديه في النار يطيب. رايحه نميكسيه كاع نميكسيه مليح مليح كما راكم تشوفون، بعد نروح نصفيه في الصفايه. هنا رحت جبت الباسينه تاعي وجبت صفايه رايحه نصفيه هو حامي، يعني ما عنديش لو شوا، جي با لو شوا، غلطه تاعي، بصح نتمنى منكم نتوما الشيرات ما تطيحوش في هذه الغلطه. دونك هنا جبت الصفايه تاعي اللي عيونها شويه محلولين، رايحه كيما راكم تشوفوا هو حامي وانا نصفيه مليح مليح بعد ما طحنته بالميكسور. رايحه نصفيه ونخليه هذوك العظومه على جهه، ولا لي بيبا ولا العلوف ولا كل واحد كيفاش يسميهم، بصح تاع الرمان نقولوا يعني العظم تاع الرمان. رايحه نصفي كاع الكميه اللي عندي كيما راكم تشوفوا، راهي هو غير السائل اللي هو الماء تاعو، والعظومه يبقاو في الصفايه وانا نابوي عليها مليح بالمغرف. هنا جبت كسرونه هكا تساعدني اكثر، رايحه نابوي مليح على دوك العلوف ونخرج منهم كاع الماء، نزيد الكميه الاولى وانا نعصر فيهم في الصفايه، نخلصوا كاع من هذاك الماء نرجعه في الطنجره. فوالا صاي هنا بقاو لي غير العلوف وحدهم. كما قلت لكم هذه الطريقه ديروها وهو بارد بعد ما تخرجوه من الثلاجه وتلقاوه طلق الماء. هنا بعد ما صفيت كاع الرمان تاعي كما راكم تشوفوا عطاني هذا لو ليكيد ولا السائل، راح نرده على النار ونخليه يغلي. كما قلت لكم كي يبدا يغلي نقص له خاطر رايح يفيد. هذا هو لو ليكيد تاعنا تاع الرمان، تحصلنا على عصير الرمان بدون نواه ولا بدون بلا علفه. هذوك زوج علفات طلعوا لي فوق السطح. ولا هذا الشيء تشوفوا هنا كي يبدا يغلي لازم تنقصوا له النار، خاطر تخلوا النار زايده. كنت نوريكم كنت تخلوا النار زايده رايح يفيد لكم هذا الخليط، راح يطلع ويفيد. شوفوا كي راه يطلع هنا كي تكون النار قويه عليه راح يطلع لك ويفيد. شوفوا كيما الحليب. تنقصوا له النار ديروها متوسطه شويه برك. وشوفوا هذا الرغوه لازم كاع نقلعوه، نجيبوا هنا اناء كيما هكا ونجيبوا مغرف. هذه هي الرغوه اللي تخسر لنا اي معجون، يعني اي معجون طيبوه كي يدير لكم هذه الرغوه قلعوها. هذه ما تخليكمش المعجون تاعكم يشد مده اطول، بالخف يغمل لكم ويخسر. على ديك لازم نقلعوا كاع هذه الرغوه، نتبعوها كاع نقلعوها وين ما تغلي وتتلايم. حاولوا كيفاش نقلعوها، ماذا بينا نقلعوها كامل كما راكم تشوفوا. شوفوا شحال فوالا. يعني بالخف يبدا يغلي خاطر راهو غيمه، نخلوه حتى يتقل وبعد نوريكم القوام اللي طفوا عليه النار. كي يوصل لواحد القوام راح نطفوا عليه يكون المعجون تاعنا تاع الرمان يكون واجد. كي نوصلوا لهذاك القوام رايحه نوريكم. حاول كيفاش نقلع كاع هذيك الرغوه. خليه يزيد يغلي وإلا دار لي الرغوه ثاني نروح نقلعها. شوفوا شحال قلعت. هذه كاع رغوه هذه اللي تخسر لنا المعجون. فوالا نخلو على نار متوسطه يغلي حتى ينشف الماء تاعه ويبدا يتكون ويدير لنا الكونفيتور. وهنا الشريط راح نشوفوا القوام تاعه، الا نحبسوا عليه نطفوا عليه النار ولا مازال. كما راكم تشوفوا راهو شويه ثقيل، ندو غير شويه برك نديروها هنا في طبسي تبرد. فوالا كما راكم تشوفوا توجور نروح نقلعو ثاني. هذا الرغوه زادت تكونت لي هنا شويه. فوالا فوالا راح نشوفوا هنا نورمالمون كي ديروا في الطبسي بارد ديري صبعك هنا في الوسط كيما هاك ونشوفوه الا يرجع ولا لا. كما كنتشوفوا هنا بدا يرجع شويه، دونك خاصه شويه.
خاصه غير شويه برك، لازم كي نديروا الخط هنا في الوسط ما يرجحش المعجون. فوالا نزيدو نخلوه يغلي واحد شويه برك، دقيقه ولا زوج، ونطفي عليه ويكون المعجون تاعنا واجد. هنا قبل ما نطفي عليه راح ندير معاكم الملون الاحمر. كما قلت لكم راني باغيته يجيني احمر. ندير زوج قطرات ونشوف. راني باغيه الكونفيتور تاعي تاع الرمان يجيني احمر باللون الاحمر، يجي شباب. راح نزيد قطره برك هكا، نخليه يغلي برك دقيقه ونطفي عليه يكون واجد. فوالا هذا هو. نكتفي بهذا اللون ونخليه كما قلت لكم دقيقه ونطفي عليه. هنا بعد ما وجد المربى تاعي شيرات راني خليته برد ودرته هنايا في البلاره. دونك عطاني هذه الكميه. دونك هذيك الكميه هو ماهوش زاكي يعني صراحه، ما يعطيكش كميه كبيره. ماذا بك يكون عندك الرمان كيلو ورطه حتى 2 كيلو هكا باش يعطيك هذا المقدار اللي عطاه لي انا. ماهوش زاكي، يعطيكم كميه شويه بصح. البنه الشيرات يعني ما شاء الله، البنه تاعو عجبتني بالبزاف كما قلت لكم الاول مره ندوقه. ومع داك الملون يعني ما شاء الله عطاه اللون هذاك الاحمر الباهي، يعجب في النظره. انا بغيته يخرج لي كيما هكا. بصح لا كان الرمان تاعك احمر ما كان له تزيدي له الملون، ولا بغيتي تخليه كيما كان يعني اللون تاعو الطبيعي. انا جاني لون غوز كلاغ يعني وردي فاتح، ما عجبنيش صراحه. بغيته يجيني احمر كي تاع لي فراز ولا تاع لي فرامبواز، ولا بغيته يجيب داك اللون تاع الرمان الاحمر. جبت هنايا ورقه قلت لكم كي يقولها شريحه تاع التوست، خبز التوست، وبغيت نسيي لكم فيها يعني نيطالي فيها واحد شويه تاع كونفيتور وتشوفوا كيفاش اخرج. يعني كيما تاع المحلات بصح احسن من تاع المحلات، لانه ما فيهش هذوك الاضافات تاع هذوك لي برودوي كيقولوا لهم المحافظات ولا مش عارف هذوك اللي يديروهم في الكونفيتور. ما فيهش مواد حافظه. فوالا هذا راهو بيو ناتورال بنين صراحه. عجبني البنه تاعو. ان شاء الله من يكمل تاني نعاود ندير واحد اخر مادام راهو وقت الرمان. يعني ننتهزوا الفرصه ونجربوا هذا المربى تاع الرمان اللي هو يعني قليل الناس اللي ديره. هو اصله تركي ولكن العرب يعني بداو يدوا في الوصفات وانتشرت باغتو. ان شاء الله نتوما تاني تجربوها اللي ماشي مجرباته بيان سور. كاين بزاف اللي يقول لك رانا مجربينه ويجي بنين وكامل. اللي ماشي مجرباته نقول لك اختي غير ما تقارعيش، روحي شري الرمان وجربي هذا الكونفيتور والله ما تندمي. بنين علامه سيرتو الفطور الصباح هكا ديري للدراري دي تارتين ولا ميم في لي غاتو في لي طارت يجيك، باسكو شوفك يجي عاقد ويجي ثقيل ويجي بنين والمنظر تاعه باهي ما شاء الله. ما تنساونيش خواتاتي بالجيم بالبارطاج. نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في روحكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.